السلام الغزالات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد ونهار جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا فطور مجموعين هنا ان شاء الله. غادي نوجد معاكم اول حاجه، غادي نوجد معاكم هنا بطبيطات معمرين، وهنايا لي سالاد اللي كتجي خطيره رائعه. راه ضروري طاوله المائده ديالي رمضان كنوجد لي سالاد. هنا البريوات ما غاديش نكون وجدتهم معاكم حيت ديجا كانوا عندي في الفريغو ديال الخضره والكفته. وهنايا واحد التحليه اللي كتجي خطيره، والعصير الاقتصادي، ولا سوب الغني يعني تعريف لا سوب الاسيويه. وصافي هذا هو فطورنا. وهنايا حطيت شويه ديال الشباكيه، الشريحه، شويه ديال البريوات وطميرات. وهذا هو فطورنا ديال اليوم. اول حاجه البنات غادي نوجدها في الفطور هي غنوجد لها التحليه باش التحليه تبرد ليا. هنايا عندي بسكوي، نتوما خذوا البسكوي اللي كيعجبكم. غادي نطحنو ينهش غير شويه. من بعد ما عشيتو كيكون بحال هكايا كنخليه شويه فيه حبيبات صاني باش منين ناكلو يجيني هكا كروكون. انا عاوتاني غادي نطحن الباكيه الثانيه. انا درت 2 باكيات من هذا النوع هذا كبار. انا غادي نطحن هادو وانتم معايا. وهكا البنات غادي نزيد عليه باش غادي نزيد عليه الحليب. المهم كلشي غنزيد الحليب وغادي نخلطو بالهاشوار نيت. ممكن نتوما تزيدوا ليه الزبده مذوبه اللي بغيتو، هي الزبده مذوبه هي الحليب. شوفوا البنات كيفاش كيجي من بعد ما خلطوا بشويه الحليب. غنديروا دابا في الكويسات وغنشوفوا الطبقه الثانيه. صافي كندير الطبقه الثانيه لتحت. نبقى بحال هكا حتى نسالي الكميه اللي عندي. كطبقه ثانيه عندي 4 ديال الكريمه. غادي نزيد سنيده حسب الذوق. انا غادي نزيد 2 معالق ونص ديال سنيده وغادي نطربهم مزيان. من بعد ما نطربهم البنات مزيان غادي نزيد هذا. عندكم الجبن زيدوه، انا غنزيد هذا الجبن هذا طري. وغادي نزيد هذا بغيت ندير به اللوغو. صافي وغادي نديرهم كطبقه ثانيه. من بعد ما زدت ياغورت بجوج وزدت دانينو حتى هو باش يعطيني اللوغو. شوفوا البنات طربتها مزيان، هانتوما كتشوفوا كتجي ثقيله وعاقده. دابا غادي نعمر بها هكا كطبقه ثانيه الديسير ديالي. والطبقه الثالثه البنات ذوقوا باش ما بغيتو ديروا ليها كاكاو، بغيتو ديروا ليها شوكولا غيش مذوبه. ذوقوها باش ما بغيتو تذوقوها بالكولي هكا ديال الفخيز. المهم باش ما حبيتو ذوقوها. صافي غنبقى بحال هكا حتى نسالي وندوزو الطبق الثاني اللي غادي نقدم معاكم. ثاني حاجه غادي نوجدها هي ميني بطبوط. انا راه ديجا خمر الخبز. صراحه نسيت ما شاركتش معاكم العجينه نقولها لكم شفويا. كندير 2 زلاف ديال الفرص وزلافه ديال القمح وشويه ديال خميره العجينه حبوب وشويه سنيده باش يجي هكا حميمرين وشويه ديال الملحه. من بعد ما عجنته بالماء دافي خليته البنات هانتوما كتشوفوا العجين راه خمر. دابا غادي نحاول نجمع هذا العجين ونفرغ الهواء من العجين ديالي. صافي وغندير ليها غندير نقرصها بالقمح وهانتوما معايا.
صافي كنقرص الخبز ديالي الثلاك مزيان. الطريقه راه معروفه دائما. تشوفوا السمك اللي بغيتو نتوما. صافي هنايا كنقطع ميني بطبوط بالقطاعه. نتوما القياس اللي بغيتو ممكن ديروا هذا القياس. غنبقى هكا. صافي غندير المقله ديالي تسخن وغنطيبو على عافيه مهيله. صافي هنايا راه من بعد ما درت الخبيزات كاملين في المقيله صافي كنطيبوهم على عافيه مهيله. كل مره كندورهم باش انهم يتنفخوا ليا. هذا هو السر ديالهم، كل مره خصهم يدوروا. صافي غنطيب الكميه ديالي ونوجدوا الحشوه مع بعضياتنا. اول حاجه غادي نبدا بها البنات هي عندي هنايا قشور ديال القمرون. هنا عندي تقريبا نص كيلو ديال القمرون. خديت القشور ديالو درتهم هكا في كاسرونه ولا مقله. غادي نزيد عليهم واحد اطر ونص ديال الماء ونخليهم يغلاو واحد 10 دقائق. حنا المهم ديالنا هو اننا بغينا داك المرق ديال القمرون. ناري. صافي هنايا خديت النجره ديالي غندير فيها زيت الزيتون وغادي نزيد لهم واحد فص ديال الثومه. ديروا البنات غير فص الثومه واحد يكون كبير. نحكوه هكا محكوك. وغادي نزيد واحد البصله بغيتو هي بصله خضاريه ولا بورو. انايا درت هنايا بصله خضاريه اللي غادي تكون مشلضه مزيانه. البنات خصها تكون مشلضه مزيان. انا درت وحده. وغادي نخلي كلشي حتى يتشحر مزيان. هانتوما البنات هنا من بعد ما تقلات والبصله كتنزل شويه عاد كنزيد لها هكا شامبينيون. ما نقطعوه ما والو، مهم بواطه ديال شامبينيون. كنخليها هكا تشحر شويه مع ديك البصيله وزويته. من بعد ما تشحرات ليا شويه غادي نزيد ليها هكا خيزو محكوك وعندك خيزو وحده محكوكه وواحد قريعه خضراء محكوكه حتى هما غنديروهم في الطنجره وغادي نخليهم هكا حتى تشحر ليا حتى هي. هذيك الخضيره ديالي تشحر ليا شويه. هاي الخضره من بعد ما تشحرات وحسيت بها نزلات شويه غادي نزيد لها شامبينيون نوار اللي كنا ديجا درناه في الماء طيب وصفيته وقطعته قطع صغيره. صافي هنايا كنخلط الخليط عاوتاني. والعطريه غادي نزيدو شويه ديال الملح حسب الذوق وغتزيدوا شويه ديال الابزار. عندكم البنات سكينجبير طري ديروا معلقه كبيره سكينجبير طري. الا ما عندكمش ما ديروش. انا ما كانش متوفر عندي راه ما استعملتوش. صافي كنخلط الخليط ديالي وغادي نزيد دابا المرق اللي حيدنا اللي صفينا منه داك قشور قمرون. هو داك المرق هو اللي كنزيدو في الطنجره وغادي نخلي كل شيء حتى الطبخ بما طابت هذيك الخضيره ديالي كما كتشوفوا.
صافي دابا غادي نخليها حتى تطبخ، عاد نزيدو المكونات طنجره البنات راه الماء ديالها طبخ، يكون طابخ يزو طابت الكريعه اللي كاينه. اما هنايا درت الشعريه تاع الارز، درتها في الماء سخون حتى طلقات مزيان، وغادي نحاول نقطعها شويه بالمقاس ديالي، وغادي نديرها هكا في الطنجره. غادي نخلط الخليط، نحاولوا الا كانت كبيره هكا الشعريه نقطعوها مزيان. وغنزيد هنا واحد 3 معالق كبار حتى 4 ديال صلصه الصوجه. غندير 4. نخلط الخليط ديالي، وهنايا غادي نزيد القمرون ديالي. كما قلت لكم انا عندي 500 غرام ديال القمرون. ممكن تزيدوا حتى طريفات ديال الصدر تاع الدجاج، ممكن تزيدوا هكا كرامه، انا كنفضلها غير هكا قمرون بوحدو، عرفتي كتجي لذيذه. وغنزيد هنا عندي واحد 2 معالق كبار ديال النشا، درت لهم هكا شويه ديال الماء، خلطتهم مزيان وغادي نديرهم هكا في الطنجره. وهنا غادي نزيد شويه ديال الربيع، تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الربيع. صافي غادي نحرك الخليط ديالي، غادي نخليه يطبخ مده واحد 10 دقائق ما كاملاش، بما غير هكايا قمرون طاب مزيان. صافي ونقدموها وبالصحه والراحه. كما كتشوفوا البنات صافي دابا راه هو جداد، خليتها طبخات واحد مده 10 دقائق. نتوما الا بغيتو اللون ديالها يكون اكثر من هكا قهوي ممكن تزيدوا مازال صلصه الصوجه. انا اكتفيت بداك المقدار. المهم نتوما كيفاش كتشوفوا ندير معكم. وهنا غادي ندير معكم حتى العماره ديال الطبيطات الصغار. هنايا عندي الخوخ مقرد، عندي الزيتون، نتوما اللي يعجبكم هذا ولا الاسود. عندي وعندي مايس كذلك، وعندي الثوم، وغندير مايونيز. ممكن ديروا نتوما مايونيز اولا اي نوع ديال الجبن كيعجبكم. صافي غادي نخلط الخليط ديالي كامل. ممكن تزيدوا الفرماج حتى هو محكوك، ممكن تزيدوا خيزو حتى هو محكوك. انا نكتفي بهاد الحشوه، وغادي نزيد فرماج حمر كاضافه في الاخير. شوفوا البنات هذوك البطبيطات كيفاش كيجيو مهويين وخاويين. هانتوما دابا غادي نعمر الخليط ديالي بالحشوه مزيان، وغندير هكا فرماج غابي صافي. وغادي نكمل الكميه ديالي وغندوزو نوجدو بجوجنا لي سالاد. وكما كتشوفوا البنات هادو هما البطيبيطات من بعد ما عمرتهم، عرفتي كتجيب واحد الحشوه لي لذيذه. كنتمنى تجربوها وقولوا لي في لي كومونتير البنات. دابا غندوزو انا وياكم لي سالاد. هنا البنات باش نوجدوا لي سالاد عندي واحد خيزوه اللي محكوكه بحكاكه رقيقه. عندي هنايا الخيار كندير ليه بحال هاد الطريقه. حتى في الماكله ما كيجيش هكايا قاصح، كيجي زوين في الماكله بهاد الطريقه. صافي هنايا البنات زدت الخص، زدت هنا بروكولي ديجا سلقته، زدت الطون، زدت مايس.
وغادي نزيد هكا مايونيز باش غادي نحركها، وغادي نحرك كلشي وها لي صالات ديالنا واجده. البنات اما العسل غندير لكم واحد العسل اللي اقتصادي وساهل وديال الزربه. ديروا جوج ليمونات وحامضه انا ديما كنديرها في الفريو وكنديرها جامده، يبان لكم اطرو تاع الماء، وكندير هنايا شويه ديال الثلج باش يبقى ليا بارد، وسنيده حسب الذوق اولا العسل. وغندير بنانه، ممكن تخليوه بحال هكاك، ممكن ديروا اللي بغيتو، يا بنان يا فريز اي فاكهه. كنطحن كلشي وكنصفيه وبالصحه والراحه. وهنايا كتسالي لا فيديو ديالنا، وكنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.